السلام عليكم، مساكم الله بالخير، ويا هلا ويا مرحبا وكل هلا. ذكرت علي سالفة مالت أيام الغزو. كنا نداوم بمركز بسيوخ الحين يم المقصب مال جليب الشيوخ على قولتهم. مرني صالح عنبر الصبح رحنا نداوم مع بعض. والله مرنا الصبح ونمر على الدار السادس، شارعهم وينه؟ اي شارع الدار السادس هنا جليب، لا شارع داخلي اللي المقصب. مرينا ولا العالم كلها وايرات ولابس حربي ومستعدة، يعني شيء يخوف. كل 3-4 أمتار عسكري لابس رسمي، خوذته وجعباته وجاهز. شفناهم وطفنا، رحنا المركز وداومنا على ما قالوا للساعة 11 أو 12. مشينا ردينا، قطني بصلوح. أنا طبعا الجاسوس مال الكويت على العراق، كان أشوف شو اسمه قايدهم هذا مال القوات الخاصة، أسولف وياه واضحك. هذا قلت له تعال اليوم ايش عندكم خرعتونا لابسين جعابات وخوذة؟ كان يقول لا هذه استعدادات تدريب، على اساس انه شنو لو يصير انزال لو شيء جاهزين العالم متدربة خالصة. قلت الله يحفظك. والله وقط الكلام بذن اديب اسود الله يذكره بالخير. قلت له السالفة 1 2 3، العالم يسوون كذي، قاعد يتدربون على السالفة الفلانية. قال لي اوكي، انا ما قالوا، اعطيته الضوء الاخضر وهو اعطاني الضوء الاخضر. والله يحفظكم ويا هلا ويا مرحبا وكل هلا. ان شاء الله تذكرنا اشياء ثاني نقول لكم.